السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندعي دعوة حلوة طبعا للعرايس، ربنا يهنيهم ويتهنوا وربنا يسعدهم، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي، طبعا احنا هنا في فرح جمهورية أحمد وأمل. كان في كده كوكبة من نجوم اليوتيوب. طبعا دي الست حلمية داوود اللي معروفة كده بطيبتها وبراءتها وتلقائيتها. طبعا رحت أسلم عليها، والست بسم الله ما شاء الله كده وشها بشوش عسل، بسم الله ما شاء الله. شايفين التلقائية يا جماعة؟ ربنا يبارك فيها يا رب. ما بتكسفش حد وما بتحرجش حد، متواضعة جدا، ست على الفطرة. طبعا بحضور كان مفاجأة الحفلة كلها عبد الله ولد الكويت كان محاضر الحفلة. طبعا عايزة اقول لكم ان عبد الله لو عيل روح سلم عليه كان بيقف له. قد ايه محترم وقد ايه خلوق وقد ايه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على أدبه وعلى أخلاقه، وكان بيسمع للكبير قبل الصغير. عايزة أقول لكم إن معظم اللي في الحفلة راح يسلم عليه لحد الأطفال، بنات وحريم ورجالة وأطفال. بقول لكم لحد الأطفال، والله العظيم أنا ابني أخد كان معاه بسكويتة أخدها وراح يديها له. والله ما قلت له، وانا اصلا ما رحت استلمت على عبد الله لاني اتحرجت اسلم عليه واقتحم خصوصيته كده، اتحرجت بصراحه. مع ان كان اللي جنبي راحوا سلموا، قعدوا يقولوا تعالي معايا تعالي معايا، بس انا بجد اتحرجت والله يا روح. بس عايزه اقول لكم ان هو فعلا فعلا كان مخلي للحفله طعم كده. قد ايه هو ودود، قد ايه هو بيحترم الصغير قبل الكبير. ربنا يبارك فيه يا رب وفي اللي رباه بصراحه. عايزه اقول لكم ان لما حد يروح يسلم على بقف، مش متكبر خالص، هو انسان مش متكبر خالص. يعني كفايه ان هو بصراحه قدر احمد تقدير. النهارده هو رفع راس احمد فوق خالص، بسم الله ما شاء الله. احمد يستاهل كل خير وامل. النهارده عبد الله ابن الكويت، ربنا يبارك فيه. النهارده والله العظيم انا بقيت ابص كده، اي حد يسلم عليه بقى يقف له. ربنا يبارك فيك يا رب ويفتحها عليك كمان وكمان ويزيدك من فضله يا عبد الله يا ابن الكويت، يا اللي عالم باسم امك وابوك. وكمان كان في الشبح، وكان في بقى ام عمر وفي ام اياد من مصر. الجماعه بتوع مصر كانوا منورين الدنيا. والله انا كنت شايله همهم هيروحوا ازاي. وكمان كان في اخوات سماح اللي هي صاحبة قناة حبي حياتك ودلع مطبخك، حب حياتك ودلع مطبخك. كان اخواتها موجودين، والخالة حلمية وجوزها. طبعا انا بعت السلام لزوزو حبيبة قلبي لزاهية، وطبعا لنرمين. وكمان كان في قنوات كتير كبيرة وصغيرة. هنا طبعا هم قدموا لنا جاتو، قدموا لنا كنز حاجة ساقعة. وماما فادية والله كانت بتضيف الناس بنفسها. وعايزه اقول لكم كمان ان انا كنت عايزه اخد صوره مع اسماء، فحد قال لي هي مش هترضى وكده، بس والله العظيم اسماء يا جماعه ادتني مش صوره، ادتني فيديو. بقول لها الصوره قالت لي اي حبيبتي وكده، فبصور فيديو. وقالت كمان لمتابعينها ان هم يحطوا لي لايك واشتركوا عندها. عايزه اقول لكم اسماء والله العظيم في قمه الطيبه وفي قمه التواضع. ما منعتش خالص. وعايزه اقول لكم كمان طبعا أوشا معروفة بخفة دمها بروحها المرحة، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لهم يا رب ويسعدهم جميعا. ما قصروش في واجبهم ناحيتنا خالص، في ناحية كل المتابعين. كانت أكتر حاجة بس ممكن تضايق إن الكل كان طالع على الستيج أو على المسرح، الكل كان طالع على المسرح والكل كان عايز يصور. وفعلا ده حتى اللي واقف على الدي كان يتضايق. يا جماعة انزلوا، يا جماعة احنا جايين نفرح ولا نرقص ولا جايين نصور. عايزة اقول لكم كله كان فاتح كاميرته، كله بيصور، ومحدش منع حد من التصوير بأمانة. قدموا ضيافتهم وقدموا واخدنا واجبنا تالت ومتلت وشكرا. عقبال ما نجيلك احنا يوم كلك ذوق. ربنا يهنيكم، ربنا يهنيهم. هي الهنوة وحشة؟ هي الهنوة وحشة؟ هرجع تليفوني. انت رايح فين يا
ختمت بقى بإن أحمد حَب يعمل مقلب فينا، فقالوا إن في عربية خطفت أحمد، بس طبعًا أنا في الأول دقيقتين أول ثانيتين صدّقت إن أحمد اتخطف، ولكن لقيت عادل أخو سماح بيصوّر، ولقيت طارق ابن خالته حلمية ما جراش وراه ولا حاجة، فعرفت إن ده fake وده مقلب معمول فينا، وإن أحمد الحمد لله ولا اتخطف ولا أي حاجة، وبدليل إن هُم ركبوا العربية إن أمل ركبت العربية وراحت وراه. بس أحمد ساب أمل وكان بيتصل تقريبًا بالعربية اللي هتعمل المقلب عشان يشوف هو اتأخر والّا إيه، وساب أمل مع بابا جمال ودخلوا القاعة، وعشان يعني يعملوا المقلب وكده، لكن هو مقلب يا حبايبي مش عارفة معمول فينا والّا في أمل، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.